فيلمنا النهارده بيبدأ مع بنت بتجري وسط الغابة وبتحاول تهرب من حاجة معينة وتنقذ حياتها، وبتفضل تبص وراها وبتشوف وحش ضخم بيقرب عليها، فبتكمل في طريقها وبتحاول ما تبصش وراها خالص لحد ما الوحش بيوصل لها بسرعة وبيقف قدامها. وبنفهم ان الوحش ده راجل بياكل لحوم البشر، وبنشوف انه راجل ضخم جدا وبيغطي بكف ايده وشها بالكامل، وبيدمر وشها كله بايده من كتر قوته، وللسبب ده بيسموه كراشر. وبعدها بياخد الجثة معاه للبيت اللي موجود في وسط الغابة، وبنشوف اخوه الكبير كمان موجود في البيت وبيتفرج على التلفزيون بكل هدوء. وفي اللحظة دي بياخد كراشر الجثة وبيبدأ يقطع فيها بشكل بشع وبكل وحشية. وبنشوف في شاشة التلفزيون تسجيل لبنت برضه كراشر بيعمل فيها نفس اللي بيعمله في الضحية الجديدة، وفي الفيديو بتقدر البنت تهرب من العصابة اللي بتعمل فيها كده، لكن بيمسكوها تاني وبيبدأوا ياكلوا في جسمها وهي عايشة. بعد كده بنروح لمشهد تاني وبتشوف مجموعة من الناس بتخطف بنت راجل غني علشان يطلبوا فدية، وبيحبسوا البنت في صندوق العربية بتاعتهم. وبنتعرف على بلطجي وشريكه جوش ومعاهم اخته سارة، وبنفهم انهم بيستخدموه هو واخته علشان يشدوا بيهم الاطفال الصغيرين ويخطفوهم بكل سهولة، ومحدش منهم بيكون عارف هما رايحين على فين بالظبط، لان البلطجي بيرفض يقول الخطة اللي بيفكر فيها وبيخليها مفاجأة. بعد كده بيركن قدام البنزينة وبيفضل البلطجي في العربية، وبينزل شريكه يحط شوية بنزين في العربية، وبعدها بشوية بتدخل سارة واخوها للمحل بتاع البنزينة، وبيفكر جوش في اللحظة دي ازاي ينقذ البنت اللي خاطفينها بأي طريقة. وفي اللحظة دي بيشوفوا راجل كبير في السن بيحط بنزين في عربيته، وبيحس ان في حاجة غلط بتحصل، وبيوصل الضابط المسؤول عن المنطقة وبيبدأ يتكلم مع الراجل العجوز، وبتبدأ العصابة تتوتر وبيطلع البلطجي المسدس بتاعه، وبتخرج سارة واخوها من المحل وبيتكلم الضابط معاهم، وده بيزود الخوف عند العصابة اكتر. وبتقدر سارة تشتت انتباهه لحد ما بتاخد اخوها وترجع للعربية في الاخر، وبعد كده بيمشوا في طريقهم مرة تانية. وبعدها بشوية بيتجادلوا كلهم مع بعض لحد ما بيظهر غزال ضخم قدام العربية وبيعملوا حادثة، والعربية بتخبط في شجرة كبيرة، وبيقدر 3 منهم يهربوا من العربية في الوقت المناسب. وبتدخل خشبة كبيرة في جسم البلطجي وبيتصاب إصابة خطيرة جدا ومش بيقدر يتحرك من مكانه، وبيتصدموا ان الغزال لسه عايش وبيقوم وبيبدأ يهجم عليهم، ومن كتر الألم اللي هو حاسس بيه ما بيكونش قادر يتحمل، وبيضرب الغزال بالنار علشان يبعده عن العربية. وبيزهق شريكه منه وبياخد السلاح وبيهدده علشان يقول واخدهم على فين، ولما بيرفض يتكلم بيضربه بالنار وبيخلص عليه في الآخر. وبعدها بيفكروا هيتصرفوا ازاي بما ان العربية باظت ومفيش أي مكان يروحوا عليه، وبيشوفوا انهم لازم يمشوا على رجليهم لحد ما يرجعوا للبنزينة تاني، يا اما بقى يكملوا في طريقهم. وبيفتكروا البنت اللي خاطفينها في العربية وبيفكروا هيتصرفوا ازاي معاها بعد اللي حصل. وفجأة بتوصل شاحنة كبيرة وبتركن على جنب وبينزل منها 2، وبيعرض الراجل عليهم المساعدة وبيقول لهم انه يقدر يوصلهم لحد البنزينة، بس البلطجي بيفكر بشر كالعادة وبيقتل الراجل وبيتخلص منه. ولما بيجي يضرب نار تاني جوش بيمنعه وبيستغل الراجل الفرصة وبياخد عربيته وبيهرب بسرعة، وبيحاول يقتل جوش ولكن سارة بتمنعه لانه بيحبها جدا. وبياخدوا البنت المخطوفة وبيبدأوا يتحركوا وسط الغابة، وبيراقبهم كلايد كل ده من بعيد، وبيفكر انها صيدة حلوة جدا وهتقضيه كام اسبوع قدام، وبيبدأ يخطط هيمسكهم ازاي. وبيرجع للبيت يتكلم مع كراشر اخوه وبيلاقيه زعلان جدا لان الشخص الوحيد اللي اتصاحب عليه خايف منه وهرب وسابه كالعادة. وبيقول له اخوه ان في مجموعة جديدة وصلت وبيطلب منه يفوق علشان يقدر يصطادهم، وبياخد الكلبشات بتاعته وبيخرج بسرعة. وبيموت الراجل في الطريق وهو بيسوق العربية بسبب الإصابة بتاعته، وبيشوف الراجل العجوز بالصدفة وهو ماشي وبيتصل يبلغ الشرطة بسرعة. وبيفهم الضابط ان الموضوع مش مجرد حادثة صغيرة لان بيجيله خبر في نفس اللحظة عن 4 هربوا ومعاهم طفلة مخطوفة من نفس الطريق ده، وبيشك انهم نفس ال4 اللي قابلهم من شوية في البنزينة. وبيتصل بمركز الشرطة وبيبلغهم بكل اللي حصل وبيروح يدور على العربية. وفي الوقت ده بيهتم جوش بالبنت اللي خطفوها ومحدش بياخد باله من كراشر اللي بيراقبهم من بعيد. وبيزهق البلطجي من كل اللي بيحصل وبيهددهم بالسلاح بتاعه وبيصمم يقتل جوش، وقبل ما يعمل اي حاجة بيضربوا كلايد بالنار وبيخلص عليه. وبيروح يتكلم معاهم وبيتعرف عليهم على اساس انه راجل طيب وجاي علشان يساعدهم. وبتتصرف سارة على اساس انهم ضحايا وان الراجل ده كان خاطفهم هم ال3، وبتطلب منه ينقذهم وياخدهم من هنا. وفي الوقت ده بيظهر كلايد بوشه الحقيقي وبيهجم على جوش وبيضربه لحد ما بيقع على الارض، وبيقبض عليه هو واخته وبيربطهم بالكلبشات اللي معاه، وبيرجع بيهم للعربية تاني وبيتصدموا انه عارف كل حاجة. وبنفهم انه جاي مخصوص علشان ياخد راس الغزال معاه بالمرة، وبيسيب البنت مخطوفة هناك لوحدها علشان يدي فرصة لكراشر يتعرف عليها ويصطادها بنفسه. واول ما كراشر بيوصل بيضربها وبيخطفها معاه للبيت، وبيقف كلايد يستنى الاتنين يقطعوا راس الغزال علشان ياخدها، وبيسألوا جوش ليه مش هياخد لحم الغزال معاه بالمرة. وبيصدمهم كلايد لما بيقول لهم انه مش بياكل لحوم الحيوان، وبيفكر جوش انه نباتي وبيتغذى على الخضار ومش بيكون متوقع انه بياكل لحوم البشر. وفي الوقت ده بيوصل كراشر للبيت ومع آش البنت اللي خطفنها، وبيبدأ يفكر هيقطعها ازاي وياكلها، وكل ده وآش عاملة نفسها مغمى عليها علشان خايفة منه، وبتستنى الوقت المناسب وبتحاول تهرب بس من كتر التعب بيغمى عليها فجأة. وبعدها بشوية بيوصل كلايد والاتنين
اللي معاه. واول ما بيشوفوا كراشر بيتصدموا وبيترعبوا اكتر من الاول، وبيطلب كلايد منهم يبتسموا بدل ما يخلص عليهم. وبيوصل الضابط في اللحظه دي للمكان اللي فيه العربيه بتاعتهم وبيشوف اللي حصل فيها، وبيستغرب اللي بيحصل حواليه وبيحس ان في حاجه كده مش عاديه بتحصل، وبيشوف اثار دم في الارض وبيقرر يمشي وراها يمكن يوصل لاي حاجه جديده. وبتقعد ساره تتكلم مع كلايد وبتعرض عليه يطلبوا فديه من ابو اش وهيكسبوا من وراها مبلغ كبير جدا، وبتعرض عليه ياخد الفلوس كلها مقابل انه يسيبهم يمشوا. وبما ان الفلوس مش مهمه بالنسبه لكلايد فبيطنش كل كلامها، وبيعرض عليها تشرب عصير ليمون وتهدى شويه، وعلشان يوقعها في الفخ بيعمل نفسه موافق وبيعرض عليها يتصالحوا، وبيمد ايده علشان تسلم عليه، وبتفكر انه خلاص بقى متفق معاها. واول ما بتمد ايديها بيضربها بكل عنف في الترابيزه وبيعور وشها، وبتفضل تبص للعصير وبتحس ان جواه سم. وبعدها بتفكر انه لو كان عايز يقتلها اكيد كان قتلها في قلب الغابه ومش هيجيبها لحد بيته، وبتوافق انها تشرب في الاخر. وبيبدا كلايد يتكلم معاها بعنف وبيوصف ازاي ممكن يعذبها ويخلص عليها ويقطع جسمها لشويه قطع، وبيهددها بالسلاح لحد ما بتشرب العصير قدامه. واول ما بيسيب السلاح بتاعه وبيركز في حاجه تانية بتاخد ساره السلاح بسرعه وبتضربه بالنار، وبتكتشف في الاخر ان مفيش سم في العصير وانه كان حاطط منوم، وبتبدا تتعب لحد ما بيغمى عليها وبيربطها في الكرسي. وبيروح بعدها القاش وبيشيل الغطاء اللي على وشها، وبنشوف وشها هنا لاول مره. وفي نفس الوقت ده بيهجم كراشر على جوش وبيخلص عليه بضربه واحده، وبيطلب كلايد من كراشر ياخد اش ويخبيها في المخزن بتاعه، وبالفعل بينفذ كراشر كل اللي بيقول له عليه. وبياخد كلايد ساره بره وبيبدا يعذب فيها وبيقطع جسمها وبيسجل كل اللي بيعمله وبيكون مستمتع جدا. وفي نفس الوقت كراشر بياخد جوش جوه وبيربطه في الكرسي، وبترجع ساره لوعيها، ولما بتبدا تحس بالتعذيب بتصرخ من كتر الالم، وبتسمع اش صوتها من جوه وبتترعب اكتر واكتر، وبتحاول تفك ايديها وتهرب باي طريقه. وبيسيب كلايد ساره وبيروح يتسلى على اخوها شويه، ولما جوش بيساله عن اخته بيقول له انها متعلقه بره. وفي اللحظه دي بتقدر اش تفك ايديها وبتستعد علشان تهرب، وبتفك السلاسل اللي مربوطه في رجليها. وبيبدا كلايد يعذب في جوش شويه، وبتفكر اش تهرب ولا تستنى وتحاول تساعدهم الاول، وبتقرر في الاخر تدخل وتسرق السلاح وبتحط شويه رصاص في جيبها. واول ما اش بتدخل بتشوف كلايد بيعذب في جوش بشكل بشع جدا، وبتضرب كراشر بالنار الاول لانه بيظهر قدامها فجاه، وبتهدد كلايد علشان يسيب جوش. وبعدها بتطلب من جوش يربط كلايد مكانه علشان ما يلحقش يجي وراهم، وبتفكر ان هو الوحيد اللي عارف الطريق، وبتقرر تاخده معاهم علشان يدلهم على الطريق. وبيخرج جوش ينقذ اخته وبيفك ايديها ورجليها وبيعالج شويه من جروحها، وبيبداوا كلهم يتحركوا وسط الغابه، وبيضطروا يمشوا ورا كلايد لان مفيش اي حل تاني. وبتهددهم اش بالسلاح اللي معاها لانها مش واثقه فيهم هم كمان، وبتحاول تخرج بيهم على الطريق باي طريقه. وفجاه كلايد بيهجم على جوش وبياخده رهينه، وبيهدد اش انه يقتله، وعلشان هي خايفه تضربه بالنار بيكسر راس جوش وبيموت في ايده. وبتفضل خايفه برضه تستخدم السلاح لحد ما ساره بتاخد السلاح بالعافيه وبتضرب كلايد بالنار، وبتهدد اش تاني وبترجع تحت رحمتها. وفجاه قبل ما يتحركوا حد بيضرب ساره بالنار من اتجاه تاني وراسها بتتفجر قدام عين اش، وساعتها بتترعب من المنظر جدا. وبيطلع الضابط هو اللي عمل كده، وبيفكر ان ساره كانت ناويه تقتل اش وعلشان كده قتلها، وبيبدا يفهم من اش كل اللي بيحصل وبيطلب منها تاخده للبيت بنفسها، وبيصمم يشوف اللي حصل بنفسه علشان يصدق. ولما بيوصل للبيت بيلاحظ ان كراشر مش موجود، وبتفهم اش انه هرب واكيد هينتقم منهم، وبتطلب من الضابط يخرجوا من هنا بسرعه، وبيرفض الضابط يسمع كلامها وبيربط ايديها بالكلبشات. واول ما بيخرج كراشر بيهجم عليه وبيحطم راسه وبيبدا يقطع في جسمه زي اللي قبله، وبتقدر اش تحرر نفسها وبتشوف كراشر بيقطع في جسم الضابط، وبتحاول تهرب بعد ما بتاخد معاها سكينه، وبتتصدم ان كلايد لسه عايش وبيهجم عليها ومعاه السلاح بتاعه، وبتهجم اش عليه بالسكينه وبتحاول تخلص عليه. وقبل ما يموت بيصرخ وبينادي على كراشر بصوت عالي، وبتضربه اش بالنار تاني علشان تتاكد انه مات المره دي، وبتاخد رصاص تاني وبتهرب في الغابه. وبيجري كراشر وراها وبيصمم انه ينتقم لموت اخوه، وبيبدا يحس بالضعف شويه بسبب الرصاصه اللي في رجله، وبيمشي كمان بصعوبه كبيره جدا. فبتستغل اش الوقت وبتوصل للطريق السريع، وبتشوف عربيه الشرطه راكنه على جنب كده، وقبل ما توصل لهم بتلاقي كراشر واقف وراها، وبتقول له انها هتروح للشرطه بس بعد ما تخلص عليه. فبيتجاهل كراشر تهديدها وبيهرب لبعيد، وبتضطر في الاخر تروح للشرطه وبتركب معاهم العربيه وبتمشي. ولما الشرطه بتوصل لبيت كراشر بالليل بعد ما عرفوا اللي حصل بيقف هو يراقبهم من بعيد وعينه مليانه بالشر، وبيقرر يهرب لمكان تاني وبيبدا يصطاد من اول وجديد، وبيصمم انه ينتقم لاخوه من كل البشر. ولحد هنا بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديده. سلام.